بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص. يا رب يكونوا بخير، يسعد أيامكم جميعا يا رب. يا رب أيامكم تكون مليئة بالفرح وبالسعادة بإذن الله الأيام اللي جاية بإذن الله، وربنا ييسر الحال للجميع. تعالوا مع بعض النهاردة هقول لكم على حاجة، وجبة سهلة وجميلة جدا ومشبعة، تنفع فطار وغدا وعشاء وكل حاجة. تمام، ب10 جنيه بس. ايوه، ب10 جنيه، ما تتخضوش. احنا نقدر نعمل اي حاجة، نعمل من المستحيل، بس اهم حاجة نفكر. هنجيب نص كيلو بطاطس وبيضتين. تعالوا هنعمل وجبة جميلة جدا. الوجبة دي اول مرة عملناها كنا في الجامعة، تمام، في سنة تانية او سنة تالتة. واحدة صاحبتي ربنا يفتكرها بالخير يا رب من اسوان قالت لي عليها جميلة. مامتهم كانت بتعملها لهم جميلة جدا، فطار عشاء، حاجة يغيروا وينوعوا بيها. ما احنا لو عملنا كل يوم مثلا، حتى لو الظروف المادية بتاعتك يعني واو، لحمة فراخ، فنفسك اكيد هترجع. فتعالوا مع بعض النهاردة هنعمل الحاجة الجميلة الحلوة اللي كلنا بنحبها. اول حاجة هنجيب بيضتين زي ما قلت لكم، هنسلقهم، وبعد كده هنجيب طاسة، تمام، وتحط فيها معلقتين زبدة او معلقتين سمنة، تمام، وتنزلي بيهم عليها وتديهم كده زي تحميصتين او تقلبتين، تمام، حوالي 3 دقايق او دقيقتين لغايه ما تهرسي البيضتين كويس، تمام، وتكوني محضره نص كيلو البطاطس بتاعك. وزي ما شفتيه حضراتكم انا بهرت البطاطس بتاعتي. لو عندك البهار يعني الاساس اللي تحطيه جميل يديك الطعم الجميل جدا، عشان ما كترش عليكم وما نجيبش حاجه من بره، بما ان احنا بنعملها وجبه اقتصاديه، تمام، وسهله وبسيطه. كمون وكزبره، لو عايزه تبهريها وتديكي تيست عالي، عاوزه توم باودر، عايزه بصل باودر، تمام، عايزه تحطي معلقه بابريكا، عايزه تحطي معلقه بقسماط او معلقه فيجيتار، تمام. اول حاجه زي ما شايفين بالبطاطس بتاعتي، بعد البيض ما سويته تسويه حلوه بعد السلق، هنزل بنص كيلو البطاطس، تمام. وبعد كده البطاطس دي هتسيح معاكي وتدوب هي والبيض، وتبقى حاجه كده انسيابيه وسايحه خالص وجميله جدا زي يعني زي الغريبه، تمام. تقدري تعمليها للاولاد حواوشي، تمام، وتقدري تعمليها تحشيها لهم سندوتشات فطار يقدروا بيها يروحوا المدرسه. حاجه مشبعه، بص فيها كل المكونات، الماده الدهنيه والنشويات والسكريات والبروتين المتواجد في البيض، كل العناصر اللي بيحتاجوها اطفالك، تنفع الاتنين. واول ما هتعمليها صدقيني بنفس الخطوات هيطلبوها يا ماما منك دايما، عايزين نفطر بطاطس بالبيض، عايزين يا ماما نعمل مثلا نتعشى بيها. فحاولي ترتبي امورك ونعمل حاجات ان شاء الله المره الجايه سهله وبسيطه على الاخر وتكون جميله. تنفع تحطي فيها فلفل الوان لو عاوزه تعلي التست وتغيري الشكل والالوان، خاصه الاطفال بيجذبوا الالوان. لو عايزه تحطي مثلا فلفل رومي، تمام، وحاجه اقتصاديه والفلفل الرومي سهل، هتحطي حبايه او حبايتين، تمام. انا ما عنديش ولا ده ولا عندي ده، حطيت قرن فلفل واحد حراق عشان يعلي التست معايا ويديني الطعم الجميل. بس لو عايزاها تبقى حلوه وجميله معاكي يا رب تعجبكم. بجد جميله وحلوه خالص، تمام. خلينا عندنا ثقه في نفسنا كده ونعمل حاجات ونبدع في مطبخنا. مفيش حد بيعرف يعني البيت محتاجه ايه غير الام. يا رب اقدر افيدكم بحاجه بسيطه، تمام، واتمنى ندعم بعض كلنا، واتمنى اللايك الجميل من قلبكم يا رب. وخليكي عندك ثقه في نفسك وفي ربنا باذن الله، والاول ربنا ان شاء الله ان هيسر الحل للجميع ويسعدنا جميعا باذن الله. وكل اللي تتمنيه اطلبيه من ربنا، تمام. ربنا ما بيبخلش علينا في حاجه، ربنا عنده كل حاجه حلوه، بس هو الموضوع محتاج صبر. يا رب يقوينا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.